السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. النهاردة يا جماعة هنعيش قصة مع النصابين، مع قصة من قصص النصب. وأنا هدفي من إن أنا أقول القصص ديت إن إحنا ناخد حذرنا ونعرف الطرق بتاع النصابين بيدخلوا منها إزاي، وإزاي بيسلبوا من الناس أموالهم، عشان ناخد بالنا من الطرق ديت ونحذر منها. النهارده في مستثمر كبير جاله ناس وقالوا له احنا عندنا قطعة أرض في منطقة مميزة وهتعمل فيها مشروع استثماري ضخم، والأرض دي أسعارها بتاع مثلا من 15 مليون أو 20 مليون، وادوا له ورق الأرض. فالمستثمر كان حذر، جاب ورق الأرض ووداه لزميل محامي عنده خبرة، قال له يا أستاذ فلان ابحث لنا الأرض دي ملكيتها إيه والورق ده سليم ولا لأ. فالزميل وجد ان اصل الارض ملكيتها مسجله، والناس اللي الارض مسجله باسمهم باعوا الارض دي على بعقد ابيض للناس اللي جايين يبيعوا. يعني العقد الاخير عقد ابيض ماهوش مسجل، انما اللي قبله العقد اللي قبله مسجل. فاخذ رقم العقد المسجل وراح على المساحه، وقدر ان هو يوصل لاصحاب الارض من الخريطه المساحيه. لقى تليفوناتهم موقعه على الخريطه المساحيه، فاتصل بالناس ديت: يا جماعه انتوا بعتوا الارض بتاعتكم لفلان الفلاني؟ قالوا ازاي؟ احنا ما بعناش، ده نصابين امسكوهم. قال لا نصابين؟ يعني ايه نصابين؟ انتوا ما بعتوش للناس ديت بعقود محرره بتاريخ كذا؟ لا احنا ما بعناش حاجه. اتابي الفكره ايه؟ الفكره ان هم زوروا عقود ابتدائية، زوروا توقيعاتهم على عقود ابتدائية، وزعموا الناس اللي جايين يبيعوا يعني، وزعموا ان هم مالكين للارض، وجابوا العقد المسجل الاصلي كتأكيد لملكيتهم للارض. شوف الارض اصلها مسجل. فحتة العقود البيضاء ديت خطيرة، العقود اللي هي مش مسجلة دي خطيرة. انا مش بقول ما تشتريش اذا كان العقد مش مسجل ما تشتريش، لا اشتري، بس اسأل وابحث وشوف الاصل بتاعه ايه، شوف تسلسل الملكية ايه، واسأل كويس. لو لقيت العقد ابيض اسأل كويس، ما تشتريش على طول. فالراجل المحامي، زميل المحامي الراجل الامين ده، اتصل بالمستثمر ده وقال له والله الموضوع كذا كذا كذا. فجاله الاستمسار اللي هو ماشي في البيعه، جه للمحامي وقال له: يا عمي انت ما تجيبش سيره، وعرض عليه ان هو يعني يوفر له يديله 3 مليون جنيه ويسكت والنصبه تتم. ولكن الزميل رفض ان النصبه تتم بالشكل ده، ورفض ان هو يخش جيبه فلوس حرام، وقال للمستثمر على القصه اللي هو اكتشفها. ومن كده المستثمر نجا من عمليه نصب. على فكرة الحتة دي بيقع فيها ناس كتير. أنا أعرف ناس جابوا أراضي وجابوا توكيلات مزورة من ناس قاعدين في مصر، وزعموا إن هم وكلاء لهم، وباعوا الأراضي ديت، والناس ما عرفتش بعد كده، ودخلوا في مشاكل كتيرة جدا. فإحنا يا جماعة يجب إن إحنا في موضوع إن واحد جاي يبيع أرض بتوكيل من واحد، أو جاي يبيع بعقد أبيض، لازم ان احنا نسأل ونستفسر ونتأكد كويس جدا. ما نشتريش على طول كده، لا، ناخد نفسنا وناخد وقتنا في السؤال حتى لا نقع في المحظور. والسلام عليكم.